لامين يامال أدهش الجميع بخياره الحكيم عند استلامه أول أجر من كرة القدم في سن 16، وبينما توقع كثيرون أن يشتري سيارات فارهة أو مجوهرات أو عقارات، فضل أن يخصص أمواله لمساندة أسرته. قام بتوفير أول رواتبه ليشتري منزل الأحلام لجدته في برشلونة، ولم يكتف بذلك، بل اقتنى مسكنا لوالده وآخر لوالدته. المميز في الأمر أن يامال فعل كل هذا رغم كونه صاحب أقل راتب في صفوف برشلونة، مما يبرز تواضعه وحرصه على عائلته. ومع اقتراب توقيعه لعقد جديد في سن 18، والذي قد يجعله الأعلى دخلا في النادي، من المنتظر أن تزداد هداياه لأسرته، كما يتلقى دعما من شركة أديداس يرفع دخله السنوي بمقدار €1,000,000 إضافي. لامين يامال لا يزال لاعبا بسيطا، واقعيا، ومخلصا لأهله وأصدقائه، مفضلا البقاء قريبا من أصوله رغم الشهرة والثروة.